بعد ما كملت حازم مع نادي الزمالك شويه، جت مرحله يمكن انا شايف من وجهه نظري الشخصيه انت كان ممكن تكمل بعد كده. يعني انا حاسس ان انت خدت القرار بدري شويه. لا الحمد لله اشرف جدا كده. ان لو تلاحظ انا من بعد ما بطلت الزمالك ما كسبش ولا بطوله. ما هو ده مش عشان انا يعني عالمي يعني، لكن انا بقول لك ان انا بطلت بعد كاس مصر. وانا حسيت ان انا لو لعبت بعد كده هلعب. انت فنشت ببطوله ودي هلعب يعني، بس طول ما انا هلعب مش هبقى زي الاول. وبالتالي انا مش ضامن الدنيا ماشيه ازاي. انت كنت حاسس انك مش خلاص مش اكيد مش زي من الاول. بس انا لو كنت انا مثلا بلعب في الزمالك هو بيكسب، يعني الفتره دي مثلا بيكسب، كنت لعبت عادي يعني. ما دام اصل انت بص، ما في مكسب الجمهور بيتقبل وانت بتبقى في وسط اللعيبه بتشيلك. حتى لو مستواك قل شويه يعني الموضوع اللعيبه هتشيلك. فانت برضو هتبقى ماتشات كويس وماتشات وحش. لكن لو لعيبه في خساره دايما بيبصوا للي هو الكابتن والنجم، فدايما هو اللي بيحملوه المشكله. فاحنا كنا دايما الفتره دي في خساره كتيره وبنخسر من الاهلي فدي الفتره دي يمكن خلت الناس نوعا ما مش متقبله هذا الجيل. مش بس كلنا يعني ابتدت خلاص تحس ان احنا اللي واقفين قدام ان الزمالك يفوز. فابتدى بقى حازم وعبد الحليم وطارق السيد وابو العيله وهذا الجيل كله ابتدت يفكر في ان هو تحس ان هم دول السبب ان الزمالك ما بيكسبش. فكنا دايما نيجي نلعب ماتشات نكسب، اول ما نتعادل يقعدوا يهاجموا احنا بس. المجموعه دي اللي هم حاسين ان هم كباتن الفرقه، هم بقى كبار كبروا خلاص ما بقاش عندهم. فحسيت ان لو قعدت اكتر من كده هبتدي اخد من بقى، ابتدى التاريخ يتاخد منه يعني. الناس بتنسى بتقل مش بتزيد. مش نفسي الموضوع مش هيبقى بالنسبه لي فايده غير انها فايده ماليه بس، لكن مش فايده يعني مش هتفيدني انا كبني ادم يعني. والماده دايما ما بحطهاش بصراحه معيار اساسي في اي حاجه يعني مش هي دي الهدف اللي انا بسعى وراه. بس كان قرار صعب يا حازم يعني. انا حاسس يعني عارف انك تعتزل، يعني حاسس انه اصعب قرار لاعب كوره ممكن. بص يعني انا اعتزلت كان معايا برضو عارف يعني بقول لك زي ما بقول لك في ناس ربنا بيحطها لك بتساعدك. كابتن محمد حلمي الراجل ده كان هو كابتن، كان هو المدير الفني ساعتها في البطوله دي اللي كسبناها. وهو راجل بصراحه جميل يعني، انا بحبه جدا. ان خلى طلعتي شكلها حلو يعني. خيرني عايز تلعب الفرقه متواجده وانت يا ريت تبقى موجود معانا. وده قرارك يا حازم. وسابني اسبوعين كده مع نفسي، شفت الدنيا فيها ايه، ورجعت قلت له انا مش هقدر اكمل يا كابتن حلمي. برضو خلاني احس ان انا يعني انت اللي واخد القرار كمان. مش حد اجبرك عليه. لا بصراحه ما حدش اجبرني خالص. حازم انا فاكر حلمي لغايه اخر ثانيه كان بيقول لي لا خليك معانا، وانا اللي قلت له مش هقدر بصراحه. والحمد لله انا قلت لعلمك مش هقدر. لو تشوف بعديها سنتين ثلاثه يعني السنه اللي بطلت فيها، السنه دي الزمالك طلع السادس وخسرنا من بني عبيد في الكاس. فدي لو انا كنت بلعب في السنه دي كانت هتبقى مشكله نفسيه لغايه دلوقتي. حازم احنا تقريبا في المكان اللي حققت فيه كل بطولاتك اعتقد، بس هو ناقص كتير. ناقص لسه المدام ما حطتش كل الجوائز والحاجات والميداليات. وفي حاجات انا مش لاقيها لعلمك. الواحد ساعات وهو بيلعب ما تبقاش مركز انت بتحط حاجه فين، بتاخدها وتحطها في بيتك في اي حته يعني. ففي حاجات كتير واقعه مني كتير. بس الحاجات دي بتفرق كتير جدا. لما بطلت بقى لقيت يعني عمال ادور، مش فاكر انا حطيت فين مثلا الميداليات اللي خدناها. مش لاقي بتاع 98 مش لاقيها خالص. اللي احنا خدناها اعتقد اهم بطوله في حياتك. مش لاقيها خالص كده. مش لاقي حتى بتاعت افريقيا مع نادي الزمالك في افريقيا، مش لاقي ميداليه برضه. في حاجات مش لاقيها كتير. بس يعني دي كده مقتطفات يعني انا شايف ان في مجموعه شوزات كتيره، جزم كتيره كوره. بص هي كلها جزم مراتي حطيتها اللي انا كنت بلعب بيها. في حاجات حتى لسه جديده كنت المفروض العب بيها وما لعبتش بيها واعتزلت. بس في جزم انا كنت بلعب بيها كنت بحبها يعني جزمه مثلا الاسود الجراي فاصفر دي لعبت بيها بطوله عربيه. انا بيها بطوله عربيه والسوبر عملت بيها. بحب في جزم كده يقول لك وشها حلو عليك. لعبت بيها البطوله دي، لعبت بيها كانت عملت بيها بطوله كويسه قوي في مصر هنا. وحطيتها بعد كده ما لعبتش بيها تاني. اللي جنبك دي برضو واحده، دي اخر حاجه لعبت بيها كوره. كان ساعتها الشركه عملت معايا دي كده. انا ملاحظ حازم ان الجزم عليها اسمك، دي حاجه اديداس عملت معايا يعني ساعتها ان هم كانوا بيجيبوا لي جزم لحازم امام، مش بس بيجيبوا لي جزم وخلاص. فكنت بعمل معاهم
كنت رحت كده عندهم عاملين جهاز انك تمشي وتجري وتنط وبعدين يشوفوا مقاس رجلك بالظبط. يعني انت لو فتحت الجهاز مش هتلاقي بقى 8 يو كي و9 يو الحاجات دي، لا هتلاقي الحاجات بتاعت انا المقاييس بتاعت وش رجلي بالظبط على مقاس رجلك بالظبط. عندي منهم كذا جهاز بس هي مرات ما لقيتش غير دي دلوقتي. يعني تكنولوجيا حلوه يعني شويه برضه. يمكن الحاجات دي حازم بتفكرك بايام يمكن احلام كتير قوي طبعا في حياه الواحد يعني حققتها الحمد لله ونجحت فيها سواء في مصر او في احترافك بره، ويمكن ده اكيد بيفكرك بذكريات حلوه قوي. يعني ده هيرجعني معاك شويه أكيد. ورا في مرحله اعتزالك، وانت متهيألي خدت قرار اعتزالك بدري شويه. والله يا اشرف انا اعتزلت 2008 ويمكن الناس عشان انا كان سني صغير 33 سنه ممكن يقول لك يقدر يكمل، بس يعني انا كحازم كنت صعب ان انا اكمل اكتر من كده. انت شايف الدنيا ساعتها كان الناس عايزه تغيير وعايزه لعيبه تانية، وكان خلاص احنا بقالنا كتير بنلعب معنا في نتائج كتير مش كويسه كانت ساعتها يمكن الظروف بس ما كانتش مساعده. الظروف ما كانتش مساعده بس يعني الحمد لله.